السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ وحشتوني جدا جدا جدا. اتأخرت عليكم بس رجعت لكم المرة دي بفيديو جديد، وهو جرام موبايل بغرزة القوقعة، يعني غرزة شيك جدا. المهم ان احنا هنستخدم النهاردة خيط ماريوت. تمام اهو، وهستخدم معاه ابرة مقاس 2.5، وهحتاج علمتين 2 علامة. وخلينا نبتدي. اول حاجة هنعمل غرزة، او هنعمل اول دايرة سحرية، وهنعمل مقاس الموبايل اللي احنا عاوزينه، بس قبلها ب2 سنتي كده مثلا. يعني انا عملت هنا كده 15 سلسلة. فاول حاجة هنعملها وهي هنسيب اول غرزة احنا عملناها، هندخل في التانية ونعمل غرزة حشو، واللي بعديها غرزة حشو. هنفضل نعمل غرز حشو كده لحد نهاية السطر. طيب انا كده خلصت السطر، وعند اخر غرزة حشو هنعمل فيها 4 غرزة حشو، 1. اول غرزة احنا هنعملها هنحط فيها علامة. تمام، ادي 1 2 3 4. وبعد ما عملنا 4 غرز حشو هناخد طبعا الخيط ده معانا تحت الشغل. هنعمل غرز حشو لنهاية السطر. هنبدأ نعمل غرز حشو لنهاية السطر. انا كده خلصت. عند اخر غرزة برضو هنعمل فيها 4. انا عملت 1 بالفعل، 2. طبعا مننساش نحط العلامة اهو في الغرزة الاولى. ادي 2 3 4. وهنقفل في اول غرزة حشو احنا عملناها بغرزة منزلقة اهو. هنقفل بغرزة منزلقة. طيب دي بقى شكلها في نهاية الشغل. اول حاجة هنرتفع سلسلة، وهنقلب الشغل، وفي كل غرزة هتقابلنا من ال4 تزايد اللي احنا عملناها هنعمل فيها 2 تزايد. دي 1 2، دي اول غرزة. تاني غرزة 1 2. تالت غرزة. انا كده عملت 3 غرز تزايد، وفي الغرزة اللي فيها العلامة طبعا غيرت العلامة عشان اتكسرت يعني كده. هنعمل فيها تزايد هي كمان، وكده هنكون عملنا 4 تزايد في نفس الغرزة، يعني لمدة 4 مرات. طبعا مش لازم بقى نحط العلامة. بعد كده هنمشي غرز حشو لحد العلامة الجاية دي. انا وصلت. طبعا العلامة دي اللي هي الغرزة الرابعة، كانت اول علامة في او اول غرزة في السطر اللي فات. هنعد بالعلامة. ادي 1 2 3 4، ومن اول الرابعة هنا هنعمل فيها تزايد. ادي 1، وفي الغرزة التانية 2 3 اهو. وفي الرابعة اللي فيها العلامة
تمام. وهنفضل نعمل بقى غرز حشو لنهاية السطر او يعني لأول غرزة هنا احنا عملناها، وعشان هنقفل فيها غرزة منزلقة. وصلت انا لنهاية السطر. بالمناسبة الغرز اللي ما بين التزايد دول بيبقوا 12 غرزة حشو. تمام. وصلنا احنا هنا لآخر السطر. هنعمل غرزة منزلقة في أول غرزة حشو. بعد ما احنا عملنا هنا غرزة منزلقة، هنرتفع سلسلة وهنقلب الشغل، وفي كل غرزة حشو هتقابلنا هنعمل فيها غرزة حشو واحدة بس. تمام. هخلص السطر ده وارجع لكم. انا خلصت السطر وقفلت بغرزة منزلقة. هنرتفع سلسلة وهنبدأ برضه نشتغل غرز حشو الدور ده كمان بدون اي تزايد او تناقص او اي حاجة. وبرضه هنقفل السطر بغرزة منزلقة وهرجع لكم. بعد ما قفلت السطر وخلصت الدور الخامس، هنبتدي في الدور السادس دلوقتي. هنعمل سلسلة ونقلب الشغل. في اول غرزة حشو عندنا هنعمل فيها نص عمود اهو. تمام. وهنفضل نعمل طول السطر ده كل غرزة حشو غرزة نص عمود. تمام اهو. ده شكلها. هكمل لاخر السطر وارجع لكم. انا كده خلصت السطر زي ما انتم شايفين. هنرتفع سلسلة. تمام. ونقلب الشغل اهو. وهنعمل في كل غرزة نص عمود هنعمل فيها غرزة حشو لبقية السطر اهو. تمام. شايفين هفضل مكملة السطر كله بغرز الحشو وهرجع لكم. ما خلصت السطر هنعمل سلسلة ونقلب الشغل. هنعمل دلوقتي عمود امامي، بمعنى شايفين الغرزة دي تحتيها غرزة نص عمود شايفينها. هندخل فيها ونطلع من الناحية التانية اهو. شايفين تاني هندخل اهو من هنا وهنطلع الناحية التانية اهو. شايفين برضو من جوه عامل ازاي. تمام. وهنسحب ونعمل غرزة عمود بلفة. تمام. طيب في غرزة من ورا اهي دي شايفينها. هنعمل في دي غرزة نص عمود. تمام. بعد كده هننزل تاني اهو. طبعا بقى ايه الغرزة اللي احنا عملنا فيها اللي هي دي اهو اللي احنا عملنا فوقيها غرزة نص عمود احنا هنتجاهلها خالص وهندخل في الغرزة اللي بعديها اهو. هنطلع منها برضو عمود امامي. تمام اهو. الغرزة اللي من وراها دي بقى هنطنشها وندخل في اللي بعديها ونعمل فيها غرزة نص عمود. تمام. هندخل في اللي تحتيها نطلع منها اهو تاني اهو. نعمل فيها عمود امامي. هنتجاهل اللي وراها وهندخل في اللي بعديها هنعمل فيها غرزة نص عمود. شايفين هنفضل بقى ماشيين بنفس الطريقة دي لحد اخر السطر وهرجع لكم. انا كده خلصت اهو السطر بالشكل ده. بعد ما خلصت هنقفل في اول غرزة عمود احنا عملناها بغرزة منزلقة. تمام. طيب السطر الجاي بقى هنعمل ايه؟ او اللي هو السطر الثامن هنكرر السطر السادس، بمعنى هنرتفع سلسلة وهنلف الشغل. كل غرزة تقابلنا هنعمل فيها غرزة حشو.
كل غرزة تقابلنا هنعمل فيها غرزة حشو. هفضل اكمل الدور كله بغرز الحشو وهرجع لكم. رجعت لكم عقبال ما خلصت السطر وقفلنا بغرزة منزلقة. هنرتفع سلسلة. طيب هنعمل ايه بقى المرة دي؟ هنعمل في اول غرزة حشو هنعمل فيها نص عمود. تمام. نيجي بقى عند الدوار اللي تحت. طبعا هنلف الشغل الاول، انا نسيت الفه ثواني. تمام. لفينا الشغل. نعمل في اول غرزة زي ما انا قلت غرزة نص عمود. تمام. هندخل بقى هنا، شايفين اهو، هنعمل فيها عمود امامي تاني بمعنى، وهنعمل طبعا ستيب اهي دي، نعمل فيها هنا غرزة نص عمود. تمام اهو، عملنا سنة غرزة ورا. تمام. العمود ما بين العمود الامامي ده والعمود الامامي ده هنشتغل في العمود اللي في النص اهو. تمام. وهنسحب ونعمل فيها عمود بريد امامي تاني. هنعمل ستيب للغرزة دي وهندخل هنا في الغرزة دي وهنعمل فيها غرزة نص عمود اهو. سيبنا غرزة ورا اهي تاني اهو. هنرجع هنا نعمل فيها عمود امامي. هنكمل باقي السطر كده وهرجع لكم. انا كده اهو خلصت السطر. هنرتفع سلسلة واحد، هنقلب الشغل، وفي كل غرزة عمود او نص عمود ايا كان، في كل غرزة عموما هنعمل فيها غرزة حشو. هنفضل نعمل غرز حشو لنهاية الدور. هخلصها وهرجع لكم. بعد ما قفلت السطر هنرتفع سلسلة وهنقلب الشغل. مش هنعمل اي حاجة جديدة يعني، حرفيا يعني كله اللي احنا هنعمله هو نفس تكرار السطر اللي قبل السطر اللي احنا عملناه ده. تمام. طيب اول حاجة هنعمل ايه؟ هنعمل ما بين العمودين دول، شايفينهم اهو دول، في هنا عمود في النص اهو، هنعمل فيه غرزة عمود بلفة. تمام. هنسيب اهو وراه ادي سكيب. هنعمل دي، هنعمل اهو، هنعمل دي سكيب اللي هي الغرزة اللي ورا العمود، هنعمل لها سكيب وهندخل على اللي بعديها هنعمل فيها غرزة نص عمود تاني. شايفين العمودين دول اهو، في عمود في النص ما بينهم، هناخدها بريد امامي. تمام. اللي وراها هنعمل لها سكيب وهندخل في اللي بعديها ونعمل فيها غرزة نص عمود. تمام. تاني اهو، هنعمل بريد امامي، غرزة اللي وراها نعمل لها سكيب وندخل في دي نعمل فيها غرزة نص عمود وهكذا. شايفين؟ هنعمل كده بقى بنفس الطريقة. بعد ما نخلص السطر هنعمل سطر كمان، نرتفع سلسلة وهنعمل السطر كله هنعمل تيرن طبعا للاول للبرودكت بتاعنا. بعد ما نعملها ريتيرن هنعمل ايه؟ هنعمل سطر بغرزة الحشو. بعد ما نعمل سطر بغرزة الحشو هنرجع ونكرر الدور التاني اللي هو الدور ده. تمام. فهنفضل ماشيين بقى بنفس الطريقة دي لحد ما نوصل لطول الجراب اللي احنا عاوزينه. بس عند اخر سطر كده هقول لكم هنعمل فيها حاجة مميزة جدا. هنعمل فيها اللي هو الغطاء اللي بيقفل الجراب وكده، وهنعمل برضو الايد. تمام. هعمله هرجع لكم. انا كده خلصت الطول اللي انا عاوزاه اهو زي ما انتم شايفين، ده طول جراب الموبايل، ووقفت عند السطر اللي بينتهي بغرزة حشو. تمام. بعد ما خلصت اللي هو الغرزة او اخر سطر فيه غرزة الحشو، انا حددت المنتصف بتاع الجراب بالظبط اهو. ثانية اهو، شايفين؟
حددت منتصف الجراب علشان بحيث ده اللي هيبقى فيه فتحة الزرار. تمام. هنعمل ايه بقى دلوقتي؟ هنشتغل عادي جدا غرز حشو. ثواني. اهو. طيب هنرتفع سلسلة عادي جدا، هنلف الشغل، نشتغل غرز حشو عادي، كل غرزة غرزة حشو. وهفضل اعمل غرزة حشو لحد ما ارجع لكم. انا اهو وصلت للغرزة اللي فيها العلامة، وعملت في اللي فيها العلامة غرزة حشو عادي اهو. تمام. هنشيل بقى العلامة. هنعمل ايه؟ هنعمل دلوقتي 16 سلسلة اهو. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16. تمام اهو. انا عملت اهو 16 غرزة حشو. هنعمل ايه بقى؟ هنعمل سكيب لتسعة. يعني ايه؟ يعني هنتجاهل 9 غرز. ادي 1 اهو، شايفين؟ 1 2 3 4 5 6 7 8 9. وفي 10 هندخل ونعمل غرزة حشو اهو، شايفين؟ دي الفتحة بتاعة الزرار. طبعا ممكن عشان الغرزة متبقاش واسعة مننا ندخل اهو الحلقة الخلفية دي ثواني اهو، شايفين؟ ندخل نعمل فيها غرزة حشو. طيب هنعمل ايه بقى بعد كده؟ في اي غرزة حشو هتقابلني هنعمل فيها غرزة حشو. تمام. هفضل بقى اعمل غرز حشو وارجع لكم بعد ما خلصت كل غرزة الحشو. هنعمل ايه؟ شايفين الغرزة مش اللي احنا اشتغلنا فيها دي؟ لأ، ثواني اكبر لكم اهو. مش الغرزة دي، لأ، الغرزة دي هندخل ونعمل فيها غرزة حشو. تمام اهو، شايفين؟ طيب دي بقى هتبقى ايه؟ اهو شايفين؟ هتبقى الفتحة بتاعة الزرار اهو. فانتوا لو عايزين يعني تعملوا سكيب اكتر لغرز حشو يعني براحتكم اهو، شايفين؟ فشكلها جميل جدا. طيب هنعمل ايه بقى؟ الخطوة الجاية هنفضل ماشيين لحد مثلا ما نوصل للغرزة دي، وهرجع لكم ليه؟ علشان دي اللي هنعمل فيها السلاسل، بحيث اللي هو تبقى اللي هي الشنطة بحيث انها تتلبس، يعني فاهمين؟ تمام. هتحددوا طبعا حتة في نص الجراب كده من بره، بحيث دي اللي هيتعمل منها دراع الشنطة. تمام. هعمله هرجع لكم اهو. انا رجعت لكم. وصلت عند العلامة بعد ما حددت انا عاوزة اعمل فين دراع الشنطة. هنعمل فيها غرزة حشو، وهنفضل نرتفع في السلاسل لحد ما نوصل طول الدراع اللي احنا عاوزينه. يعني هنفضل، انا عن نفسي لسه مش عارفة هشتغل كام سلسلة، بس ممكن حوالي 150 سلسلة او 180 في الحدود دي. فانا هرجع لكم اقولكم عملت كام غرزة. وبرضه يعني طول الدراع اللي انت عاوزينه ده حاجة ترجع لكم يعني عموما. انا هرتفع بطول السلاسل اللي انا عاوزاها وارجع لكم. انا رجعت لكم اهو بعد ما عملت 260 غرزة سلسلة، عشان طلعت 280 قصيرة قوي يعني كده. فهنعمل ايه دلوقتي؟ بعد ما عملنا السلاسل هنبدأ نفرد السلسلة اهو، شايفين؟ علشان بعد ما نقفلها ما تطلعش اللي هو ايه معوجة. في الاخر هنفك كل اللي احنا عملناه اهو.
تمام. نبقى فردنا كويس جدا. نفضل نفردها اهو. طبعا انتوا لو كنتوا عملتوها كده من غير ما تفردوا السلسلة، كان الشغل هيطلع معروج جدا، وهتضطروا اللي هو تفكوا كل اللي انتوا عملتوه. لان احنا هنعمل حركة دلوقتي بعد ما فردنا السلسلة اهو. هنعمل ايه؟ طبعا الغرزة دي اهو. طيب هنعمل ايه بقى؟ هنيجي عند الناحية التانية. طبعا انا برضو علمتها بعلامة. تمام. هندخل فيها فين اهو. هندخل فيها نعمل سلاب ستيتش او اللي هي غرزة المنزلقة. ادي واحد، وفي الغرزة اللي جنبها برضو ادي اتنين. تمام. هنلف الشغل بقى. شايفين كل السلسلة اللي احنا عملناها دي كلها هنشتغل فيها غرز حشو. انا هعمل معاكم اهو اول غرزة. طبعا احنا اهو اول سلسلة دي عندنا. تمام. فدي اللي هندخل فيها. شايفين؟ وهنعمل غرزة حشو اهو. كل غرزة هتقابلنا هنعمل فيها غرز حشو. شايفين اهو. بعد بقى ما هنعمل ايه؟ هنعمل غرز حشو. امتى؟ لغاية امتى؟ انا هعمل لكم بس هنفضل نعمل بقى غرز حشو طول السلسلة دي كلها اهو. طول دي كلها لحد ما نوصل لهنا. بعديها هنفضل نكمل كل ده غرز حشو. هعمل طول السلاسل دي غرز حشو وهرجع لكم. شايفين انا كده بعد ما خلصت الدراع كله بغرزة الحشو. هنعمل ايه بقى؟ وطبعا يعني السلسلة ملولوتش. ليه؟ لان احنا اصلا كنا فردينها قبل ما نقفل الغرزة نفسها. فده فني جدا يعني. طيب هنعمل ايه بقى دلوقتي؟ شايفين الغرزة دي مش اللي احنا دخلنا فيها، لا اللي بعديها هنعمل فيها غرزة حشو. تمام. شايفين بقى شكلها عامل ازاي اهو؟ هوريكم. شايفين شكلها حلو جدا من غير خياطة ولا اي حاجة. هنفضل بقى نعمل غرز حشو لحد نهاية السطر اللي هو هنا كده. تمام. وهرجع لكم. شايفين انا كده بعد ما خلصت السطر هنعمل ايه بقى؟ هنقفل في اول غرزة حشو بغرزة منزلقة ونعمل سلسلة ونقص الخيط. تمام. خلاص بقى العلامة دي احنا مش عاوزينها خالص. تمام اهو. ثانية اهو. وده هيبقى شكل الجراب بعد ما خلصناه. بس طبعا انتوا لو عاوزين بقى دي حاجة ترجع لكم. لو انتوا عاوزين هنا تحطوا زرار مثلا هوريكم. مثلا انتوا لو عاوزين تحطوا اي زرار هنا كده هيبقى شكله لطيف برضو. بس انا هعمل الحقيقة زرار كروشيه هوريكم بيتعمل ازاي برضو. طبعا احنا الاول هننضف الخيط ده او ممكن ننضفه في الاخر زي ما انتوا حابين. هنعمل دلوقتي الزرار هوريكم بيتعمل ازاي. هنبدأ دلوقتي نعمل الزرار. هنعمل ايه؟ هنعمل عقد دايرة سحرية اهو. عشان بس تشوفوا. تمام. هنعمل ايه بقى؟ هنرتفع سلسلة اهو. تمام. هنعمل جواها بقى 8 غرز حشو. ادي 1 2
3 4 5 6 7 8. تمام. هنشد العقدة بقى السحرية اللي احنا عملناها اهو، وهنعمل في اول غرزة حشو غرزة منزلقة اهو. ثانية. تمام. هنعمل غرزة منزلقة. هنعمل ايه بقى دلوقتي؟ هنرتفع سلسلة وهندخل هنا، شايفين في الدايرة نفسها هنا اهو، هندخل ونعمل 15 غرزة حشو. ادي 1 2 3 4 5. وهنفضل نكمل بنفس الطريقة لمدة 15 غرزة حشو. هرجع لكم انا اهو بعد ما خلصت ال15 غرزة حشو، هندخل في اول غرزة حشو وهنعمل فيها غرزة منزلقة وهنقص الخيط. بس هنقص الخيط هنطوله شوية علشان برضو ايه ده اللي هنبقى نخيط بيه يعني اهو. تمام. وهنسحب الخيط. هنعمل ايه بقى دلوقتي؟ طيب طبعا ممكن نقص الخيط ده بس بعد ما نغيره احسن، او ممكن نقصه دلوقتي خلاص. ممكن طبعا بعد ما بنضفوه يعني، مش مشكلة خلاص. تمام. نعمل ايه بقى دلوقتي؟ هنجيب ابرة التنظيف او ابرة الكنفاه عن تنظيف الشغل يعني وكده اهو. تمام. بعد ما دخلناها بقى هنعمل ايه؟ هنجيب الزرار وهندخل فيه ندخل في اول غرزة اهو، تاني غرزة، تالت غرزة، تمام اهو، وهكذا بقى لغاية نهاية السطر. هخلص السطر وارجع اهو. بعد ما خلصت تقدروا طبعا تشدوا الخيط، بس حسب اللي اتقطع منكم. لو هو مش راضي يتشد اكتر من كده فاحنا ممكن نخيطه. ندخل مثلا هنا اهو، بس اللي هو ايه برضو ما نبوظش شكله يعني، فاهمين اهو. تمام اهو. وهكذا بقى يعني، ان انا حاسه ان الايه الخيط هيتقطع ف هقطع بشكل عشوائي بس بحيث اللي هو ايه منبوظش الدايره يعني، تبقى واحنا مخيطها ما تبقاش مستطيل او حاجه، لا نخليها برضو دايره يعني. تمام. ممكن كده خلاص كده يعني كفايه اهو. ده شكل الزرار اهو، ده شكله شايفين. طيب هنعمل ايه بقى؟ هنجيب الجراب هنا، هنجيب اهو الجراب، هنشوف الفتحة فين بالظبط هنا كده. تمام اهو، ونخيط على الاساس ده اهو، شايفين
هنبتدي بقى نخيط كل حاجة ونحاول اللي هو ايه نكبسه جامد يعني عشان ما يفكش اهو. انا بحاول ما بعدش اهو، وهكذا بقى يعني، هكذا بقى ايه لغاية ما اخلص الخياطة بتاعته كده. بعد ما اخلص الخياطة بتاعته هرجع لكم اوريكم شكله في الاخر. شايفين انا كده خلصت كل حاجة في الجراب. ثواني هوريها لكم اهو، شايفين؟ وقفلت برضو، تقدروا برضو تفتحوه عادي اهو، شايفين؟ والزرار متماسك جدا الحقيقة، تمام. كل ما تخيطوه اكتر طبعا كل ما هيبقى متماسك اكتر. بس ده كان فيديو النهاردة، اتمنى ان هو يكون نال اعجابكم. هو فيديو جراب جديد بغرزة مختلفة وشكلها شيك جدا برضو. وبرضه في نفس الوقت ما قصناش الخيط عشان نعمل الحزام وكده او الدراع. بس اتمنى ان تكون الغرزة والجراب نال اعجابكم. متنسوش تعملوا لايك وسبسكرايب للقناة وكومنت وشير عشان توروا الفيديو لاكبر ناس ممكنة يعني. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.